بص يا شباب، تعالى بسط لكم الموضوع بتاع نادي الزمالك، مباراة الزمالك والداخلية. انا راجل اهلاوي وعايز اقول لك بس معلومة كده تحطها في ودنك، حلقة في ودنك كزملكاوي. تمام. الراجل اللي بيلعب بين الخطوط في مصر هو اوباما. اوباما احسن لعيب في مصر يتحرك بين الخطوط ويتحرك في الكومباكت اللي عامله نادي الداخليه. نادي الداخليه بيلعب ازاي؟ نادي الداخليه من يوم ما عرفناه وهو بيلعب 10 لعيبه تحت الكوره، بيدافع في اخر 40 متر وبيلعب على الكره الطويله. عنده دايما الراجل الفرود رقم 9 التقليدي، اللي هو بياخد الكوره من العالي. وعنده اتنين لعيبه مميزين جدا، اللعيب التونسي واللعيب رقم 14 زياد طارق. بياخدوا الكرة التانية ومسيره هياخد واحدة. انا بقول لك من دلوقتي كراجل بتفرج على المباراة. احنا دلوقتي في الدقيقة مثلا 38 اهو، بص صبحي شالها. صبحي شالها، مسيره هياخد واحدة. يعني انا بتكلم معاكم وفي تسديدة من بره المنطقة صبحي شالها بعجوبة.